بتين تقول عن زوجتك مرأة، وبتين تقول عنها زوجة، وبتين تقول عنها صاحبة. إذا كان هناك علاقة جسدية ولا يوجد بينهما انسجام وتوافق فكري ومحبة تسمى امرأة. إذا كان هناك علاقة جسدية ويترافق مع ذلك الانسجام الفكري والتوافق والمحبة تسمى الأنثى هنا زوجة. الصاحبة عند انقطاع العلاقة الجسدية والفكرية بين الزوجين. ده التعريف. نمشي للقرآن الكريم. في سورة يوسف لم يقل الله تعالى زوجة العزيز، وقال امرأة العزيز. قال تعالى امرأة نوح وامرأة لوط. لم يقل زوجة نوح ولا زوجة لوط بسبب الخلاف الإيماني بينهما، فهما نبيان مؤمنان، وأنثى كل منهما غير مؤمنات، فسمى الله تعالى كل منهما امرأة وليس زوجة. وكذلك قال الله تعالى امرأة فرعون، لأن فرعون لم يكن مؤمن وكانت امرأته آمنت، فلم يتفقا في الإيمان فكانت امرأة وليست زوجة. قال الله تعالى في شأن آدم وزوجته قل يا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة. وقال في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك، وذلك ليدل الحق جل جلاله على التوافق الفكري والانسجام التام بينه وبينهن. ولكن هناك موضوع طريف، لماذا استخدم القرآن الكريم لفظ امرأة على لسان سيدنا زكريا على الرغم إن هناك توافق فكري وانسجام بينهما؟ يقول الله تعالى وكانت امرأتي عاقر، والسبب في ذلك إنه من المحتمل أن يكون هناك خلل ما في علاقة بسبب موضوع الإنجاب، فيشكو همه إلى الله واصفا من معه بأنها امرأته وليست زوجته. ولكن بعد أن رزقه الله ولدا وهو سيدنا يحيى اختلف التعابير القرآني، فقال الله تعالى واستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وفضح الله تعالى بيت أبي لهب فقال تعالى وامرأته حمالة الحطب، ليدل القرآن على أنه لم يكن بينهما انسجام وتوافق. لذلك فبمعظم أو أغلب مشاهد يوم القيامة استخدم القرآن لفظ صاحبة. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأن العلاقة الجسدية والفكرية انقطعت بينهما بسبب أهوال يوم القيامة. سبحانه الله جميعا مما يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا أتممت الفيديو ليه هنا فعلق بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومعلش إني سريع لأنه الموضوع طويل ما بسيط. دمتم بعافية.